أكتر حاجة بتخسر التجار في الاستيراد من الصين مش المنتج، ولكن طريقة شحنك للمنتج. لو أنت ناوي تستورد بضاعة من الصين، لازم إنك تعرف إن الشحن مش مجرد نقل بضاعة من دولة لدولة. الشحن ده هو العامل الأساسي في شغلك، يا هو اللي هيكسبك يا هو اللي هيخسرك. وقبل ما أقول لك أفضل أوقات تشحن فيها بضاعتك عشان توفر فلوس، هقول لك أول حاجة أنواع الشحن إيه. رقم واحد، الشحن البحري. والشحن البحري عادة الناس بيستخدموه لما يكون في عنده كميات كبيرة ومحتاج إنه يوفر في الفلوس عشان يكسب أكتر، فبالتالي بيوفّر في الفلوس، بس المدة بتكون أطول، بتاخد لها من 35 ل45 يوم حسب التخليص الجمركي. والنوع التاني من الشحن بيكون الشحن الطيران، وده بيكون أسرع لمّا يكون عندك كمية صغيرة أو إنك تكون مزنوق في الوقت ومحتاج البضاعة بسرعة عشان مستودعك فضي، فبالتالي بتكون أسرع، بتاخد لها من 10 ل15 يوم، بس بتكون أغلى، وبتستخدم عادةً معظم الناس بيستخدموها لمّا يتزنق أو بيجيب عينات صغيرة. نيجي لأفضل أوقات تشحن فيها بضاعتك وأسوأ أوقات تجنب إنك تشحن فيها بضاعة. أفضل أوقات بتكون من شهر مارس شهر 3 وشهر مايو وشهر سبتمبر 9 وشهر أكتوبر شهر 10. دول أفضل أوقات بتشحن فيها، بتوفر لك كتير في السعر. وأسوأ وقت إنك تشحن فيه بضاعتك هو الوقت اللي بيكون شهر 12 وشهر 1 في رأس السنة الصينية. رأس العام الصيني بيكون من أسوأ أنواع الأوقات تشحن فيها بضاعتك. الشحن بيكون الدبل وأحيانا التريبل، وفي نفس الوقت بيكون تعطيل كتير في الجمارك بسبب تكدس البضائع، عشان في ناس كتير بتشحن بضاعتها في الوقت ده عشان الصين بتقفل من آخر شهر 1 لحد أول شهر مارس اللي هو شهر 3. لو أنت داخل مجال الاستيراد، لازم إنك تفهم طريقة الشحن قبل ما تفهم المنتج. اعمل لايك للفيديو وتابعني عشان تعرف كل حاجة عن الاستيراد والتجارة.